جبل موسى وسانت كاترين. تعرفوا ايه عن جبل موسى؟ تعالوا نعرف شوية معلومات عن جبل موسى. بتمشي في مدقات جبلية تساقطية مسافة 7 كيلو، ثم بتوصل لنهاية المدقات وتطلع 750 سلمة اسمهم طريق التوبة. عندما تقرأ قصة سيدنا موسى قبل الذهاب إلى هناك تشعر وكأنك ترى روحه وتعيش الأحداث في تلك اللحظة. وعند صعودك الجبل الذي ظل عليه سيدنا موسى عليه السلام 40 يوم، صعود يستغرق حوالي 4 ساعات بين الراحة والصعود. طيب، انت متخيل انك تطلع المكان اللي كلم الله نبيه فيه في ذلك الوقت، في ذلك المكان والوقت يأتي السياح جميع بقاع الأرض ليروا الشروق في تلك النقطة التي تقف عليها لا يحدث مثيل له في أي بقعة من الأرض، حيث أن الشمس تشرق من أسفل منك وأنت تنظر إليها، وهي تخرج من بطن الجبال، وكذلك الغروب فإنها ترجع لتبيت أسفل منك داخل الجبل. ده غير إن السحاب بيبقى تحت منك وبتبقى أعلى منه، وده لوحده منظر جميل جدا ومنظر رائع ومنظر خرافي مش موجود في أي دولة تانية ولا في أي جبل غير جبل موسى، وغير في مصر طبعا. كل مكان في جبل موسى وسانت كاترين ليه قصة وليه حكاية. هتشوف الوادي المقدس الذي جاءه سيدنا موسى ليلا ليأخذ قبسة من النار، فكلما فكلمه ربه. وهتشوف الشجرة العتيقة التي توهجت بنور الله عندما كلم الله سيدنا موسى، والشجرة دي بقى لها 3400 سنة. ومعجزة الشجرة إنها طول السنة أوراقها خضرة مش بتنشف ولا في ورق منها بيقع، يعني طول السنة أوراقها تبقى مثمرة وخضرة وجميلة، والشجرة بتبقى حلوة. وحتى في الخريف في أي فصل في السنة الشجرة مش بتنشف وأوراقها مش بتقع. وعندما أخذوا منها لمحاولة زراعتها مجددا لم تنبت. ولو أخذت قطعة صغيرة من الصخر موجود هناك بكثرة تجد الشجرة العتيقة مطبوعة عليها. طيب، شفتوا فيلم مسلسل المداح؟ تقريبا الجزء اللي قبل الأخير. الشجرة دي بقى اللي كانت في المسلسل. وعند كسرك تلك القطعة تجد نفس الشجرة مطبوعة كاملة غير منقوصة في القطعتين. الكسر لا يخفي الشجرة أو ينتقص منها. إن ظللت تكسر الصخرة إلى من منتهى الصغر تظل ترى نفس المنظر. هتشوف مقام النبي هارون أخو سيدنا موسى. ليس مقاما لقبره، فقبره ليس موجود هنا. وكلمة مقام لإقامته وكلمة مقام لإقامته فيها فترة من الوقت.
المنطقة يكسوها الجليد في الشتاء. طبعا عارفين سانت كاترين في الشتاء بتبقى عاملة ازاي. أوروبا. وأما تسأل الدليل البدوي التلج أحسن ولا المطرة، هيقولك التلج أفضل، عشان أما بيدوب بيملى الديار مية وبيروي الزرع. هتمر على حاجة اسمها كهف الغولة، وده كهف كان وده كهف كان الهواء بيدخله وبيعمل صوت زي زمرة غليظة. واعتقدوا زمان ان ساكناه غولة. يعني زمان اعتقدوا الناس، يعني اعتقدوا العلماء تقريبا ولا السياح حاجة زي كده، اعتقدوا ان الكهف ده جواه غولة. في اخر الرحلة هتعدي على دير سانت كاترين. عندما تجتمع ديانات في مكان واحد موجودة في حضن الجبل، ومنظر الجبل حواليها داخل الدير. مسجد بناه الحاكم بأمر الله الفاطمي ليضم الدير الديانات السماوية الثلاثة، ويضم أيضا الشجرة العتيقة وبئر موسى. طيب، محاطة بجبال عالية جدا، وتبعد عن شرم الشيخ تقريبا 250 كيلومتر، وعن نوابع تقريبا 170 كيلومتر، وعن مدينة الطور 200 كيلومتر تقريبا، منعزلة لوحدها، وده سر جمالها وهدوءها. بعد الدير بشوية هتلاقي عجل منحوت على الجبل، وقصته عندما نزل سيدنا موسى بالألواح وتعاليم التوراة، وجد السامري وقد صنع العجل بذهب النساء اليهوديات، فأخذه وقذفه في الجبل. للآن ترى رؤية العين صورة الجبل مطبوعة على للآن ترى رؤية العين صورة العجل، يعني العجل بتشوفه بعينك في الجبل، مطبوع على الجبل يعني. لما تشوف منظر النخل وهو طالع من قلب لما تشوف منظر النخل وهو طالع من قلب الصخر، لازم تقف وتقول سبحان الله من أخرجها من الصخر. سبحان من أخرجها من الصخر. ودي حكاية سيدنا موسى، ودي حكاية جبل موسى، ودي حكاية سانت كاترين الجميلة العظيمة. يا ريت نشجع سياحة بلدنا الجميلة. مصر بلد الأمن والأمان. مصر فيها كل حاجة حلوة. مصر فيها كل حتة وكل شبر وكل تفاصيل فيها جميلة وحكاية. شجعوا سياحة مصر، وويلكم تو ايجيبت، وكم تو ايجيبت. تحية مصر.